السلام عليكم حبوباتي بونجورنو. اليوم غادي نوجد معكم ان شاء الله هاد الوصفات كاملين كتشوفوا معايا. غادي نبداو بالكيكه ديال الكيكه بارده ديالنا اللي غنحتاجوا فيها لي بودواغ. هما البسكويت تاع التيراميسو. غادي نحتاجوا الحليب بارد، 2 معالق كبار معمرين مزيان تاع النشا، الفلون يعني خدموا داكشي متوفر، بانان فاني اللي كان، انا عندي فاني، واطرو ديال الحليب و2 معالق سكر. بالنسبه لي بودواغ كنديرهم في الحليب بارد، غادي نصايبوهم في المول ديالنا. من بعد غادي ناخذ واحد الكاسخول غادي نديرو فيها النواشف اللي هما كما قلنا 3 معالق، 2 معالق كبار نتاع النشا، 2 معالق نتاع السكر، و2 معالق كبار نتاع الفاني فلون فاني. غادي نحركو النواشف ديالنا في كاسخول مع شويه ديال الحليب حتى كنحسو بدوك النواشف انهم دابو بين يدينا والبوطه راها شاعله. عاد كنكملو داك ليطرو ديالنا ديال الحليب كامل كنضيفوه الكريمه اللي عندنا، وكنبقاو نحركو مره مره. ما نساوش لا كريم ديالنا، غير كنحسو بها كتعقد كنطفيو عليها. فوالا البنات، حنا هنايا كنبقاو نحركو مره باش نشوفو نقيسو زعما لا تكستور ديالها ونشوفو واش عقدت ولا مازال. هنا من بعد ما عقدت لينا شويه غادي ندير الطبقه ديالي الاولى. نحاولوا نخدموا الكاونشي تاع على دو فوا حيت عندنا 2 طبقات البنات. غادي نعاود ندير لي بودواغ ديالي في الحليب بارد البنات، وغادي نستف المول ديالي نبقى غادا هكا. وعاد غادي ندير الطبقه ديالي الثانيه لا ميم شوز، غادي نخوي داكشي اللي بقى لي من لا كريم. فوالا البنات، وغادي نعاود نمشي نوجد واحد الطبقه ثالثه. هاد الطبقه الثالثه البنات راه كتبقى اختياريه. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نستعمل ولا اللي كنستعمل في هاد الكيكه ديالي، راه ممكن انكم تبدلوهم، مثلا دانون، مثلا الفلون، لي بودواغ تقدروا ديروا لي بسكوي. فهمتوا البنات؟ يعني حاولوا تخدموا بداكشي اللي متوفر عندكم، كونوا اكيدين انها منين كتخدموها بحب راه غتجي بنينه. اي حاجه متوفره عندكم غادا تجي بنينه، كونوا اكيدين. الوغ البنات، نكملوا هنايا المول ديالنا كما قلت لكم، في الطبقه الثالثه اللي غادي نستعملوا ديال لا كريم. عندنا 2 دانون ديال الخوخ، معلقه نتاع السكر، كاس ديال الحليب، ومعلقه ديال مايزينا. بالنسبه لا كريم 2 معالق ديال المايزينا البنات، سمحوا لي. بالنسبه لا كريم ديالي غادي دغيا نديرها فوق البوطه، ما غاديش نتعطل عليها بزاف حيت دغيا غادي تعقد علينا. غادي نديرو كاس ديال الحليب، معلقه ديال السكر، 2 معالق ديال المايزينا، غادي نحيدوهم من فوق البوطه، عاد نضيفوا لهم دانون. كما قلت لكم البنات، خدموا بداكشي اللي متوفر عندكم في الدار. بالنسبه للدانون ماشي اوبليجي ديروا ديال الخوخ، ولكن انا بالنسبه لي هاد الدانون هذا ضاف واحد الكوغزال الكيكه ديالي، وسيرتو ان داك دانون فيه لي مورسو ديال الخوخ. وبالنسبه لا كونتيتي راه بطبيعه الحال كتبقى على حساب الناس والافراد العائله الموجودين عندكم. هنا كنضيف لا كريمه، الطبقه الثالثه ديالي ديال لا كريم هنايا. كما كنسالي البنات شي طبقه كنحاول انني الا كنت غادي نخدم وغادي نتعطل نديرها في الثلاجه تبرد ليا شويه، باش ملي نجي نضيف الطبقه الاخرى كنلقى الاخرى الطبقه اللي تحت منها راها واجده، باش ما تخلطش لينا داكشي. فوالا البنات، هنايا راه ديجا جبتها انا من الثلاجه باش انني خدمت فوقها الطبقه الثالثه. وبالنسبه للطبقه الاخيره غادي نزوقوا بلي فخوي. لي فخوي خدموا باي حاجه كما قلت لكم كم دابيتيد متوفره عندكم. انا غادي نستعمل البنان. وبالنسبه للطبقه الاخيره غادي نحتاجو كاس كبير ديال عصير الليمون، حيت كما كتشوفوا عندي المول كبيره، وفلون فاني. نقدروا نعوضوا كاس ديال الليمون، مثلا عندي عصير نتاع الاناناس، عندي عصير، المهم نشوفوا نتوما اللي متوفر عندكم راه ماشي مشكل. غادي ناخذ كاس كبير كما قلت لكم نحطو في الكاسخول، غادي نضيف عليه 2 معالق ديال الفلون، وغادي نديرو فوق العافيه مده واحد 3 حتى ل 5 ديال الدقائق، حيت راه باش ما نخليوش حتى يعقد، باش نقدروا اننا نضيفوه فوق البنان. بالنسبه للبنان كما شفتوا البنات راني استفتو. فوالا هنا وجد لي العصير ديالي، غادي نزيدو من الفوق. فوالا غادي نحاول انني نثبتو بحال هكاك. ما تقلقوش البنات، واخا ندير انا بالنسبه لي المول ديالي واخا كبير وكلش راه صافي عمر،
ولكن واخا يبان لكم هكاك جاري ولا راه غادي يعقد. هنايا الكيكه البارده ديالنا وجدناها كما قلت لكم نهار قبل. فوالا هذه هي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا. هذا النهار ديال العراضه. انا غادي نقطع معكم، غادي تشوفوا كيفاش كيجيو الطبقات، والبنه ما نهضروش عليها دمار صراحه. جات بنينه وكتحسوا بهذاك لوغو نتاع الفاني مع الكودع طانون تاع الخوخ، حتى هو الصراحه جا ضاف واحد البنه الكيكه ديالنا. هذه هي هذا هو الشكل النهائي ديالنا البنات. هانتوما كما كتشوفوا الطبقات كيف كيجيو. بنات جربوها، كونوا اكيدين انها غادا تعجبكم، حيت فريمون جا واحد المذاق غزال ديال لي فخوي مع البودوار مع الفاني، جا غزال. بالنسبه للطبقه الاخرى البنات نتاع البنان ما ديروهاش في لو ميم جوغ، انا خليتها الليله كامله في الثلاجه حتى الصباح، عاد ضفت الطبقه نتاع البنان مع العصير نتاع الليمون. نسيت ما قلت لكمش هذه الاضافه، حيت البنان الليله قبل ما نصحكمش. فوالا البنات ندوزو الكيكه ديالنا الثانيه. هذه كيكه كيما نقولوا عاديه، ولكن كتجي تبارك الله طالعه بلي فخوي ساك. كوم داب البنات خدموا بداك الشيء اللي متوفر، تقدروا كاع هذيك لي فخوي ساك ما متوفرينش ماشي مشكل. المقادير ديالنا البنات هنايا عندنا 4 نتاع البيضات، كاس ما عامرش ديال الزيت شويه ناقص، كنخدم بكاس العنبه البنات، كاس ما عامرش ديال السنيده، دانون اللي غنخدم به ديال البنان. نتوما بطبيعه الحال تقدروا تخدموا باي دانون عندكم. بالنسبه للقبيصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخل، وغادي نحك شويه الحامض غادي نسم به، ممكن انكم تنسموا بالفاني. وعندنا 2 خمارات ديال 8 غرام. هنا البنات راكم عارفين غادي نضيف البيض، الزيت، السكر، غادي انا كنضيفو انايا كنطرب. هنايا راه كنت هزيت الطراب، واقيلا هنا راه كانت 12 ديال الليله البنات، وفاش هزيت الطراب نسيت خدمت به في الاول بلا ما نموديفيه، حتى كتبان ليا لاباراي ديالي زعما داكشي ما طالعش كوم الفو. وايماجين انا راه كنطرب ونعاود وكنشوف وكنقول فين كاين المشكل. هنايا راه كنفكر وكنقول فين كاين المشكل، وحاطه الطراب كيدور، ما حاولتش انني نشوف واش خاصو يتموديفا ولا ما يتموديفاش. غادي نزيدو البنان ديالنا من بعد البنات، راني غادي نموديفي الطراب ديالي، وغادي تشوفوا لاباري كيفاش غادي يطلع معانا. المهم البنات، فوالا هنايا عندنا كما قلت لكم غادي نضيفوا الدانون ديال البنان. انايا درت شويه دانون زايد، يعجبني الكو ديالو في الكيكه ديالنا هنايا. شوفوا ما تخافوش من الكيكه، انا ننصحكم نصيحه اخويه كما نقولوا البنات، الكيكه ما تخافوش منها، اي حاجه متوفره عندكم ضيفوها. اللي ما متوفرش عندكم مثلا شي حاجه اللي ماشي بازغين كها ولا هذا، ماشي مشكل استغناو عليها، كونوا اكيدين انه غادي تطلع لكم غزاله. فوالا هنا البنات كما كتشوفوا راني ضافت راني مضيفه الطراب ديالي. غادي ناخذ واحد جهد نص كاس ديال الماء، راه شفتوا معايا تما استعملت الحك نتاع دانون ديال البنان، عبرت به هذاك جهد نص كاس، زدتو باش تجينا كيكه ديالنا مفشفشه وخفيفه. هنايا بقى لينا البنات اننا نزيدو نسمو بالحامض ديالنا. فوالا وغادي نزيدو لي فخوي ساك. كاين البنات اللي عندها مثلا لي فخوي ساك وما كيعجبوهاش يجيو لداخل، استغناو عليهم وديروهم غير من الفوق ماشي مشكل. هذا هو الخليط ديالنا حبوباتي. وغادي نجيبو المول ديالنا من بعد ما دهناه الزبده ولا بالزيت، وكنضيفوا عليه الدقيق كما العاده. كنضيفوا عليه الخليط ديالنا وكنديروه في الفران البنات نحاول يكون ديجا سخون، ما نفوتوش 160 درجه. انا غنقول لكم 45 دقيقه، ولكن نتوما البنات ايفوا تبداو تشموا الريحه تاع الكيكه ردوا معاها البال، بانت لكم حمرت من الجناب والريحه ديالها طالعه، غادي ناخذ واحد الكيردو غادي نتقبوا به الكيكه ديالنا، غادي نشوفوا الكيكه ديالنا واش راها زعما طيبه من الداخل.
خرج لينا هاد الكيغدو ديالنا ناشف، راه كيكه ديالنا طيبه. خرج لينا باقي فازك، الكيكه ديالنا راها باقا ما طابتش. عاود زينت البنات بشويه نتاع الفخويسيك من الفوق كما كتشوفوا. وكما قلت لكم الفران راه ديجا انا درتو يسخن. غادي ندير الكيكه ديالي في الفران، ومن بعد ما درتها في الفران خرجتها من الفران. هذه هي الكيكه ديالنا. غادي نقلبها من بعد ما بردات، خلوها تبرد شويه البنات، عاد غادي نقلبوها. هذه هي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا تبارك الله. شوفوا كي جات طالعه. انا كتعجبني انا هاد الكيكات هادو كيعجبوني بزاف. كنبغي نشرب بهم اتاي. انا هادو من الكيكات المفضلات عندي. هنايا كما كتشوفوا البنات راه جات طالعه تبارك الله. شوفوا معايا هنايا فوالا. غادي ندهنها البنات بكونفيتور نتاع الخوخ عندي ولا المشماش ولا اللي بغيتو، وغادي نزيد عليها شويه لي فخويساك من الفوق. هذا بالنسبه للتزيين باش انني نقدر نقطمها. وهذا حبوباتي الشكل النهائي ديالنا ديال الكيكه كما كتشوفوا. غادي نقطع معكم واحد لو بتي مورسو باش تشوفوا كيف جات من الداخل. بالنسبه لهذا النوع ديال الكيكه البنات قد ما كنتو وجدتوه قبل قد ما احسن. فوالا ندوزو الكيك الثالثه ديالنا اللي هي كيكه ديال الشوكولات. بالنسبه للمقادير البنات عندنا 3 ديال البيضات. غادي نكملوا على ديك الحامضه نسمو بها قشور حامضه. 2 خمارات ديال 8 غرام. كاس نقدروا نقولوا نص كاس ولا كاس مع مرش ديال السكر. كاس مع مرش، كاس الا ربع ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، وجوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. الكاكاو يكون نوع من الاحسن يكون نوعيه جيده باش تجي كيكه ديالنا زوينه. وغادي نسمو سيب دانون. عندي هنايا انا استعملت دانون ديال الاجاس اللي هو البوعويده، وانتم البنات اللي متوفر عندكم. وكما العاده معلقه صغيره ديال الخل. غادي ندير كل شيء في المول ديالي. غادي نطرب الكيكه ديالي. راكم عارفين غادي نديرو الزيت، السكر، البيض، القشور ديال الحامض، نزيدو قبيصه ديال الملحه ما نساوهاش، دانون. نطربو داكشي في المول ديالنا. من موراها غادي نزيدو الدقيق. من موراها البنات غادي نزيدو حتى الكاكاو ديالنا. من الاحسن البنات كما قلت لكم يكون نوعيه جيده، حيت ملي كيكون الكاكاو نوعيه جيده كيكه مني كتشربيها وكتزيدي عليها لا كريم ولا شي حاجه باش كتزينيها كيولي كيتبدل ليها المذاق ديالها، كيولي مذاق رائع. زيدوا البنات حتى واحد نص كاس نتاع الماء ما تنساوش، حيت فريمون كيجي في اي كيكه. حاولوا ديروا هاد لاستيوس هادي حيت كتجي كيكه ديالنا مفشفشه وكتجي زينه. هنايا البنات راه درنا كلشي المقادير. من بعد عاد غادي نزيدوا الكاكاو ديالنا وغادي نبقاو نطربوا حتى نوصلوا لداك اللون اللي حنا بغينا. انا ما عجبنيش اللون في الاول، بقيت كنزيد في الكاكاو حتى كتجهد تقريبا 3 تاع المعالق ونص ديال الكاكاو اللي استعملت. حيتاش قد ما جا اللون غامق قد ما كتجي كيكه ديالنا زوينه. وهنا البنات غادي نجيبوا المول العجيب ديالنا. غادي نديرو كيكه ديالنا حتى هو نفس الطريقه ديال الطياب. درت ليه نفس الكيكه الاولى. الفران ديجا يكون سخون. هنايا البنات غادي نوجدوا لا كريم. بالنسبه لهاد لا كريمه البنات انا راه وجدتها حتى هي ماشي الليله قبل وجدت غير الكيكه ديالي الصباح. عاد درت هاد لا كريم ديالي. هادي لا كريمه البنات فيها 2 كيسان ديال الحليب، معلقه نشا، معلقه فلون شوكولا، ومعلقه ديال الكاكاو ديالنا. بالنسبه للسكر البنات انا ما درتوش. اللي كيبغي الحلاوه بزاف ولا اللي كتعجبو الحلاوه يقدر يزيد السكر. انا ما ضفتش السكر حيت مازال غادي نضيف الشوكولات. من بعد ما غنخلط هذاك الشيء ديالي عاد نهز الكاسرول ديالي نديرها فوق البوطه. فاش غادي نديرها فوق البوطه راه دغيا غادي تعقد لينا لاباري ديالنا، دغيا غادي يوجد لينا لا كريم ديالنا. وهنايا بالنسبه لا كريم غادي نزيد عليها الشوكولات. يعني اي شوكولات متوفر عندكم تقدروا تضيفوها البنات. انا ضفت 2 معالق كبار ديال الشوكولات. بالنسبه لكم نتوما اي نوع ديال الشوكولات موجود عندكم ديبغيويو به وديبانيو به وديروه، ما كاينش مشكل.
هنا البنات غادي نضيفو لاكريم ديالنا على الكيكه كما كتشوفوا. راه اين فوا حطيتو عقاد في البلاصه، نخليوها حتى تبرد باش اننا نقدروا نقدموها للضياف ديالنا ان شاء الله بحول الله. هنا البنات كما كتشوفوا وبقى لي واحد شويه نتاع الشوكولا البنات، راني غادي نزيد عليه الشوكولات وغادي نخليه يبرد وغادي نخدم به الكريب ديالي. شفتوا هنا راه دغيا بردات. هنايا فاش بغيت نقدمها للضيف ديالنا البنات راني نسيت ما قلت لكمش واحد الاضافه بالنسبه للكيكه ديالنا. قبل ما نضيفوا لها الشوكولات راه كنسقيوها ما تنساوش. سقيتها انا درت كاس حليب ومعلقه صغيره نتاع نيسكافيه وشربتهم بها. هذيك اللوغو نتاع نيسكافيه هذيك فريمون زاد واحد الاضافه كبيره للكيكه ديالنا. فوالا هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا. صراحه النتائج غزاله، جات رائعه الصراحه وبنينه. وهذاك لا كريم ولوغو نتاع نيسكافيه وهذا جا فن. هذا هي كيكه ديالنا البنات كما كتشوفوا طبقات. شفتوا فوالا ندوزو المعقول. هنا البنات غادي نوجد هذا حتى هو كل واحد الطريقه ديالو. الطريقه ديالي انا مثلا الا كان عندي الوقت عندي النهار كامل مثلا نقدر نرقد اللحم في الصباح باش انني نديرو العشاء، ولكن مثلا الا كان عندي الغدا انا نرقدو بالليل. هنا البنات رقدتو بالليل اللحم بالبرقوق كما كتشوفوا. درت سكينجبير الخرقوم الابزار الملحه وغادي نشد واحد الكاس ديال الماء وغادي ندير فيه دامه ديال الزعفران. اللي ما متوفرش الزعفران الا كان متوفر الزعفران حر احسن. وغادي ندير اوسي دامه ديال البقريه البنات راني درتها. فوالا دامه ديال الزعفران راني ديجا ذوبتها في الكاس رميتها على هذيك النواشف باش يولي عندنا هاد لاصوص هادي. وغادي نديرو فيه اللحمه ديالنا ونديروهم في بواطه ونديروهم في الثلاجه. انا حتى الصباح عاد الصباح عاد نصبت اللحم ديالي كيجي البنات في واحد المذاق رائع الصراحه. ما نكذبش عليكم حاولوا تجربوها. اللي ما كديرش هاد الطريقه هذه تجرب هاد الطريقه ديالي انا بعدا كتعجبني شخصيا في اللحم. غير هو قبل ما اللحم قبل ما ترقديه حاولي ما امكن انك منين تغسليه حتى يسقطر مزيان، حتى يتسقطر ما امكن انه يتسقطر. ميم سي حطيتيه في الثلاجه ديري ليه شبكه وخليه يتسقطر عاد ضيفي ليه هاد المقادير هادو. كما كتشوفوا هذا هو اللحم ديالنا. كما قلت لكم غادي نديروه في واحد لابواط وغادي نديروه في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله. فوالا البنات كما قلت لكم هنايا راه كنحاول انني ندخل ديك العطريه مزيان اللحم ديالي ونقلبها هكا وهكا باش كي نشوفوا راه دخلت لي العطريه من جميع الجوانب مزيان. فوالا باش هنايا نديرو في البواطه ديالي كما قلت لكم. غادي نحاول ندير عليه هذيك القامه هكاك من الفوق ما نسمحوا حتى فشي قطره. هذاك هو المضمون. هذاك الروا هذاك هو باش غادي نطيبوه ان شاء الله. هنايا البنات صباح الحال اصبحنا واصبح الملك لله. جبنا الكوكوط ديالنا غنديروا فيه هذاك اللحم يتقلى مزيان البنات. عاد نزيدوا عليه البصله. بالنسبه لا كونتيتي ديال البصله البنات راه كتبقى اختياريه. ما كان انا درت بصله ما انا جاتني شويه قليله مي بون نتوما. ومن الاحسن البنات تخليوها بحال هكا. انا كتعجبني هكا علاش حيت ملي كتسدي على اللحم في الكوكوط كلشي كيذوب البصله وحتى الثومه حتى هي. هادو هما الاضافات اللي ضفنا على ديك العطريه اللي درنا. فقط ضفنا فقط البصله والثومه من بعد ما شحرت اللحم ديالي مزيان. بالنسبه للعطريه البنات ما تنسوش واحد 2 عويدات كبار ولا 3 تاع القرفه. راه مهم بزاف هذاك القرفه عواد. هذا هو النوع تاع البرقوق اللي استعملت. بالنسبه للبرقوق ديالي غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال القرفه شويه راس معلقه من العطريه اللي درت مع اللحم. وغادي نزيد المرقه اللي درت بها هذا اللي درت بها اللحم ديالي
بالنسبه للسكر زدت غير تقريبا 2 معالق كبار. فوالا، حيت ما كنخدم معلقه صغيره، 2 معالق كبار. هذه هي المرقه ديالي. راه من بعد غادي داك البرقوق ينشف مزيان ويتعلك ليا، عاد غنقدم به الطبق النهائي ديالي اللي هو هذا كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للبسطيله ديالنا البنات، هذا هو الدجاج كما كتشوفوا مرقداتو. غادي نحيد له كلشي هذاك الشيء، الجلده ديالو غادي نغسلو مزيان، وغادي نقطعو، نحاول نقطعهم دي مغصو صغارين. حتى المرقه نتاع البسطيله البنات انا وجدتها ليله قبل، يعني وجدتها بالليل، الصباح عاد خدمتها. خليت داك الدجاج وداك الشيء في المرقه ديالو كلش حتى الصباح، عاد انني حاولت نفردتو وخدمته. هنا بالنسبه للبنات البصله، هنايا عندنا البصله. بالنسبه للبسطيله، كاس زيت، سكينجبير، القرفه عواد، القرفه مطحونه، القرفه عواد، الخرقوم، الابزار والعسل. هنايا البنات من بعد ما بالنسبه للكونتيتي البنات راه كتبقى على حسب افراد العائله، راه ديما كنقولها، راه 2 كيلو ديال الدجاج راه غيحتاجوا نص كيلو ولا كيلو الا ربع ديال البصله. 3 كيلو ديال الدجاج راه خاصهم كيلو وربع ديال البصله، راه العبارات راهم واضحين. هنايا البنات راه كندير الدجاج ديالي، غادي ندير العطريه، معلقه تكون وافيه ديال الخرقوم، سكينجبير، القرفه. غادي من بعد ندير قرفه عواد، وعندي تما واحد الربطه ديال المعدنوس غادي نديرها هكاك صاينه، غادي نديرها صاينه فوق الكوكوت ديالي. غادي ندير حتى العسل البنات، جهد معلقه صغيره ولا معلقه 2 معالق صغار البنات حسن، حيتاش داك الدجاج كتضيف ليه هذاك العسل واحد البنه اخرى، الصراحه كيجي بنين بنين بزاف. وبالكثير البنات ما تنسوش اننا غادي نخليو المرقه ديالنا واجده، يعني غنخليوها ليله قبل، يعني داك الدجاج راه كيشرب معنا مزيان. واهم حاجه البنات الزعفران، كنت غادي ننسى معكم، هنايا الزعفران حتى هو. هنا البنات المرقه ديالنا راه ما كنديروش فيها الماء نهائيا، انا ما زدتش فيها نهائيا الماء، وغادي تلقاوها يعني غتلقاو الكوكوت يعني ديالكم مرويه بديك البصله. كما كتشوفوا هنايا العسل، اضافات اللي درت، غادي نحاول نزيد حتى داك القطه ديالي ديال المعدنوس، وغادي نسد على الكوكوط ديالي. غادي البنات راكم كتوجدوا على خاطركم، باغ اكزومبل غيجيو عندي الضياف، انا ماشي كنهضر على وحده تشهاتها وناض كتوجد. مادام غتوجديها مثلا ليله قبل، نقصوا البوطه. شوفوا البنات الرواء، انا هنا راه ما درتش نهائيا الماء. هذا هو الدجاج هنايا فاش الصباح، يعني صباح بارد، صبحات كنتسناو بعدا الكوكوط مع هاد الحال سخونه. البنات تسناو عندكم الكوكوط خليوها على برا، ضروري ملي تسناوها تتبرد ديروها في الثلاجه ديالكم عاد سيروا نعسوا. هنا البنات الصباح كنفرتت الدجاج، هنايا كنحاول انني نشرب هذيك الضغميره ديالي، وغادي نمشي نوجد البيض. عندي هنايا تقريبا 10 ديال البيضات. بالنسبه للضغميره البنات غادي نهز من هذاك الزيت، غادي نحاول نقص منها شويه الزيت ديالها باش انني نخدم الورقه ديال البسطيله ديالي. هذه هي الضغميره ديالي البنات، غادي نزيد عليها البيض، وغادي نحاول انني نضيف بشويه 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 بشويه. دابت ليا البنات البصله هنايا تقريبا، ما درتش كونتيتي اللي كان خاصني ندير ديال البصله. جاني العبار ديال الضغميره شويه ناقص. هنا البنات كنضيف البيض بشويه بشويه بشويه. غادي نحط الضغميره ديالي تصفى. هنا بالنسبه للوز البنات عندي تقريبا 700 غرام ديال اللوز. غادي انا درتو في الاير فراير، رشيت عليه شويه نتاع الزيت ودرتو في الاير فراير وحطيته يبرد ليا تمايا. مني برد البنات غادي نعاشيه. وانا كنهاشيه غادي نزيد عليه شويه ديال السكر كلاص، غادي زدت عليه تقريبا غير معلقه. هذا البنات الروا اللي تقطر ليا من الضغميره زدتو على اللوز، غادي يعلك ليا داك اللوز. والزيت البنات اللي حيدت من الضغميره راه كيبان لكم تما في جبانيه نوار، هذاك هو باش غادي نخدم الورقه ديال البسطيله. بالنسبه للوز ديالنا البنات غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال القرفه،
جوج معالق ولا جوج معالق ونص كبار نتاع سكر كلاصي، حيت ديجا زدت معلقه ديال سكر كلاصي فاش كنت كنهاشي اللوز ديالي. بالنسبه للوز البنات راه عوض مثلا ديروا جوج معالق ولا 3 ديال سكر كلاصي، تقدروا ديروا جوج معالق ديال العسل، جوج معالق كبار ولا جوج معالق ونص ديال العسل. هنا البنات انا هاد لاسيوس هادي ديالي كنستعملها شخصيا من زمان يا زمان الصراحه، وكتجيني بسطيله ديالي غزاله. انني كنشد شويه ديال الدجاج وكنزيدو مع داك اللوز. هنايا منين كنجي هنايا جبت المول ديالي، كنحاول انني نفرق الورقه ديال البسطيله. هنايا البنات راني غير كنعبر ومع جاتني الورقه ديال البسطيله الصراحه ما نكذبش عليكم غبناتني عصباتني، ما عجباتنيش في الخدمه. حيتاش بني جابها ليا من الدار نسيتها على برا، ولات كلها كطرطق ليا. هذا هو المول ديالي. انا هنا فرشت الورقه ديالي، غادي نبدا نخدم. لتحت غادا ندير الدجاج، غادي نفرشو مزيان. ابخي وانا كنفرشها البنات وانايا كنحاول نفرتت ونقلب. وفاش نفرتوا البنات الدجاج، ما حاولوا ما امكن انكم تحاولوا منين تساليو تفرتوه هزوه عاودوا فرتوه في مول اخر، وانتم كتقلبوا او ميم طون نتوما كتقلبوا اللي يمشي لكم شي قرواش ولا شي عظم ولا، حيت تري امبورطون هذا البلان هذا. المهم البنات كما كتشوفوا معايا هنايا كنحاول انني نفرت لابا ليا شي مرسو كبير، او ميم طون انا كنسرح الدجاج ديالي في المول. انا كنسرح وانا او ميم طون كنقلب وكنقعد. الطبقه الاولى ديالنا ها هي واجده، غادي نخدموا دابا على الطبقه ديال الثانيه اللي الدغميره. ها هي الدغميره ديالنا البنات، حتى هي كنوجدوا فيها. كنحاولوا اننا نسرحوها البنات ما امكن. حاولوا الجناب ما تعمروهمش بزاف باش ما تطرطقش لكم البسطيله. انا المول الصراحه ما نكذبش عليكم، المول اللي خدمت به هاد المره سافا با صغير بزاف على لا كونتيتي اللي خدمت بها انا. داكشي باش جات غتجيني البسطيله ديالي غتجيني طالعه. مي بون نتوما حاولوا انكم تخدموا بمول قد ما كان مول متيسع ومسارح، قد ما كتجي البسطيله ديالنا مفروزه وزوينه وكتجي كبيره. يعني كتبان حتى في العين كبيره، ما كتبانش طالعه بزاف. هنايا البنات هذا هو الطبقه الثالثه ديالنا اللي هي ديال اللوز. كما كتشوفوا معايا راني كنحاول انني نفرد اللوز على المول ديالي. هنايا غادي نبدا نجمع فيها البسطيله ديالي، وانا كنجمع البنات وانا كنخدم بهذاك الزيت اللي حيت من الدغميره. راه كيجيب واحد لوغو رائع، كيجيب واحد لوغو في الورقه غزال من الاحسن. يعني كاع لا بغيتو تزيدوا عليه زيدوا عليه شويه نتاع الزيت، ولكن انا بالنسبه ليا كفاني ما استعملتش الزيت نهائيا. انا بالنسبه ليا قدني حيتاش خدمت به كامل البسطيله ديالي، خدمت بها هكا. انا غادي نبقى نغلف في البسطيله ديالي، غادي نبقى نطوي فيها ونقاد فيها حتى كتجمع ليا في الشكل النهائي، ونجيبها يعني في الشكل اللي بغيت انا حاولت ما امكن انني نلمطها حيتاش كلها كطرطق ليا البنات. كما قلت لكم راه غبناتني الورقه بزاف، حيتاش مني جابها ليا من الدار نسيتها على برا، ما درتهاش نيشا في الفريغو. وحتى داك النوع نتاع البسطيله اللي كيكون هنا عند المغاربه الصراحه ما زوينش، ما سافا با. لا بروشين فوا ان شاء الله غادي نحاول نخدمها في الدار، غادي نخدمها معكم وغادي نورقها معكم ان شاء الله وتشوفوا كيفاش كتجي في الخدمه. هنا ما كنقدرش انايا ما قدرتش نديمو ليها باش نقادها حيتاش كلها كتفرتت ليا في يدي. المهم البنات حاولت لو ماكسيموم انني نجمعها، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. وهما الطبقات صراحه هي البسطيله ديالنا جات بنينه صراحه، ولكن كما قلت لكم انا غبنتني في التوراق تعذبت. علاش؟ حيتاش ما الورقه خليتها على برا ولات غير كتطرطق ليا. وميم طون يعني ابار هذا حتى ديك النوعيه ماشي زوينه، يعني ماشي شي نوعيه اللي انني نقدر نخدم بها بسطيله كبيره. فوالا البنات ندوزو الصالات ديالنا. الصالات ديالنا البنات غادي نخدم بالخضره اللي متوفره عندي في الدار. انا عندي هنايا الخضره اللي قشرتها ونقيتها ودرتها التبصل.
حتى الخضره البنات الا غتخدموا سلطه بارده من الاحسن حتى هي وجدوها نهار قبل. راه ملي كيكون عندكم الضياف وكتوجدوا نهار قبل، راه النهار اللي كيجيو فيه الضياف الصراحه راه كيبقى غير ديال المونتاج وديال التوجاد من الاحسن باش ما تكفسوش، سيرتو الامهات اللي عندهم الوليدات صغار. هنا الخضره ديالي راه سلقتها، عندي تما السانطير. حيتاش الناس اللي جاو عندي كاينين فيهم اللي ما كياكلوش الرز، داكشي علاش درت السانطير. حنا انا اصلا ديجا السانطير كنخدمو به با مال دو فوا، الصراحه كيجي في صالات زوين. تمايا سلقت السانطير، درت شويه برد في الثلاجه، من بعد ما برد خرجته، زدت عليه المايس، غادي نزيد عليه الطون، وغادي نزيد عليه شويه الابزار والمايونيز، وغادي نخلطو ونديرو في المول ديالي اللي غادي نحط في الصينيه اللي غادي نقدم فيها السلطه ديالي. بالنسبه للخضره اللي استعملتها البنات انايا وسلقت، عندي تمايا اللوبيا خضراء، عندي خيزو، عندي بطاطا، عندي القرعه خضراء، عندي البنات حتى الباربه. ديجا الباربه حنا خديناها واجده، راه كتكون واجده. هنايا من بعد ما فرشت السلطه ديالي ومن بعد ما درت المايس والسانتير والطون والمايونيز وشويه الابزار وشويه الملحه شويه الخل، ها هو شويه الحامض اوسي. انا ديموليتها هنايا البنات كما كتشوفوا، ولكن بقى لي واحد لو تريك هنايا. عندي المول هنايا جاني الصراحه ما قدنيش. هنا البنات انا سلقت واحد لي بات، الصراحه انا نوعت في لي بات اكسبري، ودرت معاهم في غير البيستو، درت معاهم غير البيستو الصراحه، وجا الشكل ديالهم غزال. انا شخصيا عجبني بزاف، عجبني هكا غير بالبيستو، ما زدت عليهم لا ميس لا طون لا، حيتاش ديجا عندي ما انا بغيت لي يجيو بالنسبه لي بات وبالنسبه للسانطير يجيو مختلفين. بالنسبه للسلطه ديالي الفينيغريت اللي خدمت بها، خديت معدنوس، درت فيها الحامض ودرت فيها الخل، درت فيها شويه الابزار، شويه الملحه كانت قليله حيت عندي تما الحامض والخل. فوالا البنات، هنا في التقديم غادي يبان لكم بلي انني راني كنحاول في الاخر غادي نحاول غير نبقى غير نحط، ما لقيتش ليسباس وديجا الناس كانوا جالسين، يعني ما جي با الطون باش انني نبقى نقاد هكا وقاد هكا، ولكن كان انني ممكن نوجدها ونقدمها احسن من هكا. مي بون غادي نبقى خدامه بحال هكا، غادي نمشي على هاد لا فينيغريت هادي ولا هاد الشرموله هادي اللي وجدت الخضره ديالي. غادي ندير الخضره ديالي كامله نفس الشرموله اللي هي المعدنوس كما قلنا والحامض. الحامض بالنسبه للحامض راه قطيرات قلال، الخل اللي كثرت والمعدنوس والملحه وشويه الابزار. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنخدم بحاجه بحاجه، يعني شكل بشكل باش انني نقدر نعطي واحد المنظر زوين للصالات ديالي. مالوغوزمون ما ساعدنيش الوقت وما ساعدتنيش حتى الصينيه ديالي وما ضربتلهاش الحساب صراحه بالله. ما حسبتهاش مزيان حيتاش هذاك اليوم اللي خدمت فيه انا السانطير اول مره نخدم به، كنت كنديرها في واحد المول عجيب الصراحه، كتبقى ليا البلاص. هنايا غادي نزيدو حتى القرعه خضراء ديالنا، غادي نزيدو لها حتى هي نفس الشرموله ولا لا فينيغريت على حساب القدره. البنات منين تساليو بحال هكا مثلا كاينين بزاف ديال الاضافات نقدروا نديروهم. نتوما راكم عارفين راه الصالات ديالنا اللي كنقدموا للضيوف راه اي حاجه ممكن نضيفوها ليها، اي حاجه متوفره عندنا نقدروا نخدموا بها، يعني وسيرتو لي سالاد، يعني اي حاجه عندنا المونغ عندنا الخوخ عندنا نقدروا نقطعوهم نديروهم مع شويه الكروفيت، فهمتوني؟ طوماط سيريز، يعني داكشي كيبقى على حسب المتوفر وعلى حسب ايضا الرغبه. بالنسبه لهاد سلطه جارديني ديالي انا صراحه بقى فيا الحال، حيت كان ممكن انني نمونطيها احسن واحسن، ولكن ملي كيكونوا ديجا الضياف جالسين وداك الشيء راه كتحاولي انك تسربي لو بلي فيت بوسيبل. كان ممكن انني نضيف عليها شويه المايونيز من الفوق، كان ممكن انني نضيف لها حتى من الدوخه دخت. المهم البنات عندي هنايا
مطيشه مقطعه مع الخيار، زدت ليهم حتى هما شويه الخل، شويه الملحه، الزيت وشويه الابزار فقط. عندي البنات انا راكم شفتوني وليت عا كنقص. هذه الباربه ما لقيتش فين نحطها. وعندي البنات غادي ندير حتى الكروفيت، غادي نزيدو من الفوق، غادي نحاول انني ندريسي به سلطه ديالي. بالنسبه للكروفيت البنات درت معلقه زبده، حكيت شويه نتاع الثومه، شويه نتاع الحامض، وشحرت فيه هذاك الكروفيت ديالي باش انني نقدر نقدمو. هانتوما البنات شفتوا وليت كنقص هكا ونقص هكا. فوالا. بالنسبه للكروفيت البنات كما قلت لكم شحرته، انا درتو من الفوق. تما عندي هذوك جوج حامضات، حيت كاين اللي كيبغي الحموضه، كاين اللي كيبغي يزيد الحامض وهذا. وهذه هي السلطه ديالي، خفه نزربن زربن هذه زربن. هكا نشوفها كنشكرا كيبقى فيا الحال. المهم البنات، نتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديالي. بالنسبه للتقديم راه كيبقى اختياري، ومن الاحسن انه الواحد يكون يقدمها على تيساع. يعني مثلا كي يدخلوا الضياف تكوني ديجا بديتي في الدريساج باش انك تفنني فيها. هادشي اللي بغيت نقول لكم. هنا البنات غادي نقدم معكم عاود لي كريب حتى هما. بالنسبه لي كريب انا في المقادير ديالي الاعتياديين كندير كاس. انا هنايا درت كونتيتي شويه كبيره. وبالنسبه للمقادير العاديين كندير 2 بيضه. انا هنا درت 3 ديال البيضات، كاسونس ماء، كاسونس حليب. وبالنسبه للزيت نورمالمون كندير 2 معالق، هنايا درت 3 ديال المعالق. يعني فهمتي مقادير ونص. يعني راني قلت لكم الكونتيتي، يعني قد زيد الماء زيد الدقيق. وبالنسبه للدقيق حتى هو في المقادير العاديين كندير 2 كيسان ديال الدقيق، هنا غادي ندير 3 الكيسان ديال الدقيق. بالنسبه ليا هنايا البنات انايا لي كريب هما لي كريب البنات قد ما وجدتوهم على تيساع قد ما كيجيو زوينين وبنان وحسنين وكيكونوا يعني كيتجبدوا، ما كيكونوش كيجيو غزالين. اون جينيرال كيجيو زوينين. هنا البنات طربت كل شيء السوائل ديالي، البيض، الزيت، الحليب. لا الزيت لا البنات كنعتذر، لا هنايا طربت البيض، الماء، الحليب، الملحه. درت قبيصه ديال الملحه، السنيده. نورمالمون كندير 2 معالق ديال السنيده، هنايا درت 3 المعالق ديال السنيده. كنطرب داكشي مزيان البنات السوائل كما قلت لكم. وزدت الدقيق يعني اللي هو 3 ديال الكيسان ديال العنبه. من بعد البنات غتزيد جهد نص كاس، واللي هو 3 المعالق كبار. ما وصلوش نص كاس البنات، نتوما حسبوا بالمعلقه. 3 المعالق كبار ديال الزيت العاديه ديال الطياب كنزيدها في الاخير. وضروري البنات ما نصفيو السائل ديالنا، ضروري البنات ومؤكد. هذه اهم خطوه بالنسبه للكريب، ضروري ما تصفيوهم. هنا البنات غادي نجي نوجد معكم واحد البغرير اللي حتى هو تقدري كي تطحنيه كي تطحنيه تبداي خدامه فيه نيشان، ماشي ضروري خاصك تسناي تيخمر. عندنا البنات تمايا البنات انا البغرير ما كيعجبنيش بالدقيق، انا البغرير كنخدمو بالفينو. عندي تما 3 الكيسان ديال الفينو ديال العنبه، عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه، عندي قبيصه ملحه، ومعلقه ديال السنيده اللي كتبقى اختياريه، واللي عندها العسل تقدر تعوضها بالعسل. وعندي تما 3 الكيسان ديال الماء دافي. غنحاول نطحن داكشي كله مزيان. وعندي البنات 2 خمارات ديال 8 غرام حتى هما. غادي نطيف كلشي مع بعضياته النواشف كاملين، وغادي نزيد عليهم الماء وغادي نطحنهم مزيان. وديك الساعه نبدا نخدم في البغرير ديالي. هنا البنات عندي لا كريبير، عندي المقله نتاع لا كريب كنخدم فيها حتى البغرير. بالنسبه ليا البنات انا البغرير ما نكذبش عليكم كيما حطيتها كيما درتها كيما كنهزها. يعني البغرير الصراحه عندي انا وياه علاقه يعني فاهمين، هو كيفهمني وانا كنفهمو. كنصدعش مع راسي ما نكذبش عليكم. وتبارك الله ما شاء الله كيجيني زوين.
يعني مكتشفش كيجي زوين، حتى المذاق كيجي زوين. انا البغرير ديال اللي كيكون فيه الدقيق ما كيعجبنيش، وما كان صراحه ما كنديروش في الدار عندي. بالنسبه لي انا البغرير مني كنكبو هنايا في المقله، راه كيبان ليا مثلا عوج هكا ولا هكا، راه نقدر نبقى نصاوبو انا غير بالمغرفه. راكم عارفين هاد لاستيوس البنات. ولكن ما كتشوفوا تبارك الله، شوفوا البغرير كيفاش داير، كيجيني مثقب تبارك الله. بالنسبه للبغريره البنات انا وجدته ديريكت قبل ما يجيوني الناس، حيتاش الوصفه ديالي اللي كنخدم بها هو داك البغرير ديال في البلاصه فيت في لو ماكسيموم. في هذا الحال سخون تقدري تخليه ماكسيموم لو ماكسيموم ربع ساعه. يعني الا خليتيه كثر البنات راه كيخمر بزاف بزاف، فهمتيني؟ يعني وراكم عارفين ما غاديش يجيكم زوين. هذا هو البغرير ديالنا كما كتشوفوا البنات، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. غادي نبقى نخبز هنا البغرير، من مول البغرير غادي نخبز اوسي حتى لي كريب ديالي. انا هنا بغيتكم غير تشوفوا يعني هاد الطريقه ديال البغرير ديالي، يعني مثلا تقدر تعجبكم داكشي باش بقيت كنعاود معكم البغرير. قلت زعما يقدر هذه البغريره الاخرى يعني قلت زعما راكم يقدر يعجبكم حتى المقادير ديالي، وهو فيت في يعني يقدر داك الضيوف اللي كيجيوك في اخر لحظه وما عندكيش ما تحطي مثلا ما خزناش شي كيكه في الفريغو ولا هذا، غتخلطيه 5 دقائق غتبداي تخبزيه فيه، غادي يطلع لك ان شاء الله مزيان. فوالا. هنا البنات من بعد ما درنا البغرير غادي نجيو نخدموا لي كريب ديالنا. راني ديجا حاطه الوصفه في لي فيديو، ديجا عندي فيديو ديال لي كريب. هنا البنات انا هاد العصا هذه كتعاوني صراحه الله، مي اللي ما عندهاش كما قلت لكم في الفيديو السابق تقدروا تخدموا غير بالمقله هكا وتدوروا على الجناب، تبقاو تدوروا على الجناب هكا، حيت ديجا انا المقادير اللي كنعطيكم راهم جاريين ماشي، ولي كريب قد ما كانوا جاريين قد ما كتقدي تلعبي بيهم، كتقدي انك تزربي عليهم حيت دغيا كينشفوا. وكما قلت لكم البنات في الفيديو السابق بالنسبه للطيب ديال البغرير، فاش يبانوا لكم هذوك الفقاعات راهم هذوك اللي كيبانوا لكم دابا، وكيبانوا لكم الجنيبات ديال لي كريب حمارو، صافي قلبوها ولكن ما تخليوهاش بزاف. الا بقيتو تخليتوها بزاف هذيك الكريب ديالنا كتولي قاصحه، ما كتبقاش يعني تقدر تلعبي بها كما بغيتي. فوالا هنا كما شفتوا هنايا، شفتوا هنايا دغيا خاصني نهزها نورمالمون، ما خصنيش نخليها تبقى بزاف حتى كتحمر بزاف، غيبان لي طيب شويه قاسها العافيه هكا وبداو شويه الفقاعات صافي كنحاول انني نهزها بالزربه. كما شفتوا البنات هذوك التقيبات بقاو ليا تمايا، حاولت انني نصلحهم. انا البنات فاش كنت كنخدم هاد لاستيس هادي تفكرت الصراحه دوك الصباغه الله يسهل على كل واحد في المهنه ديالو. هاد البنات راه اللي ما عندهاش كيما قلت لكم هاد العصا هادي راه ماشي ضروري تقول لا صافي ما عنديش هاد العصا ما نوضش ندير لك كريب. نوضي ديري لي كريب، نوضي اختي نوضي دقاعدي. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال لي كريب كما كتشوفوا معايا البنات. بالنسبه للتزيين انا خديت واحد لا كريم لي شاطلي من الكيكه ديال الشوكولات وزدت عليها الشوكولات وبقيت كنخدمها بالفوي، وهي اللي خدمت بها، هي اللي عمرت بها لي كريب ديالي. بالنسبه للتعمر عمرها بنيوتيلا باي حاجه متوفره عندكم. البغرير تقدروا تذوبوا الزبده والعسل، انا خليتهم في جبانيس الزبده والعسل، اللي بغى يضيف الزبده والعسل، اللي بغى يضيف كونفيتور الشوكولاط داكشي كيبقى على حسب الرغبه ديال الضياف ديالك وداكشي اللي متوفر عندك انت في الدار. اخيرا البنات غادي نجي نشارك معكم طريقتي فلون غويال. هنايا كنشد جهد كاس نتاع السكر، غادي ندير الكراميل ديالي. بالنسبه للفلون غادي نحتاج اطرو ديال الحليب 500 من 500 مليلتر، يعني نص اطرو ديال الكريمه السائله وفلون فاني. البنات انا بالنسبه للفلون عندنا تما راه البنات ديال الطاليان غادي يعرفوا الشكل نتاع الفلون، النوع ديال الفلون، يعني جهد واحد 3 المعالق كبار ديال الفلون فاني. هنا البنات غادي ندير الحليب و ميم طون الحليب ديالي راه كيسخون، راه الكراميل ديالي حتى هو كيوجد. الحليب البنات قبل ما يسخن
غادي ندوز معكم هنا بعدا الكراميل، عاد نمشي معكم للحليب. هنايا الكراميل البنات ما كنبدا نقيس فيه حتى كيبان ليا السكر داب. في الاول خليو السكر صافي ما تقيسوش فيه حتى كيبان لك السكر داب، صافي حركي باش ما يتحرقش وحيديه. صافي حركي ديك الساعه وحيديه، ما تخليش بزاف. وغادي نديروه في المول ديالنا، غادي نمشيو نكبوه نيشان في المول ديالنا باش انه يلاه على ما وجدنا الفلون ديالنا وداكشي كيكون في المول ديالنا شد داك الكراميل ديالنا شد راسو. هذا هو المول ديالنا البنات هنايا. غادي نمشي نخوي فيه الكراميل ديالي، غادي نخليه على جنب، ما غاديش نقيس فيه ما والو، غادي نخليه على جنب حتى يبرد. او ميم طون هو لو طون اللي غادي انا نوجد فيه الفلون ديالي راه غادي يكون هو براد ديجا. فوالا هنا نوجدوا الفلون ديالنا. غادي نكب اطرو ديال الحليب، غادي ندير فيه الكريمه ديالي، نص اطرو ديال الكريمه السائله، وغادي نزيد السكر تقريبا 2 معالق ديال السنيده. البنات واخا نقول لكم السكر ما تديوش عليا، راه السنيده ماشي السكر. هنايا البنات انايا نورمالمون اللي كيبغي الحلاوه ولا المهم باش يجيك شويه زوين وهذا ديري 2 معالق ديال السنيده. انايا درت غير معلقه واحده البنات. علاش؟ حيت عندي تما الكريمه السائله هي ديجا حلوه، وتمايا تقريبا البنات درت الفلون جهد 3 تاع المعالق كبار عامرين ديال الفاني، فلون فاني. كنحرك مزيان داكشي البنات مع بعضياتهم، عاد كنشعل عليهم البوطه. تمايا انا البنات راه حتى حركتهم وشعلت البوطه في سور بلاص. كما كتشوفوا البنات غادي نبقى نحرك مزيان هذاك الفلون ديالي. ضروري البنات غادي نحركو مزيان 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 باش ما يبقاش ليا داك الفلون شويه حبيبه، لا باش كيجيني فلون غويال زوين. يعني فلون غويال ديالي خصو يكون رائع حيت راه غويال. المهم البنات، بنات يا بنات، هذا الشيء هو اللي كاين. يعني الطبق الاخير، الديسير الاخير اللي نحضر معكم دابا هو هذا الفلون هذا. غادي نخليه فوق البوطه حتى كيبان ليا كيغلي. خصو ضروري يغلي البنات، اكيد ومؤكد خصو يغلي. من موراه كنصبوه على هذاك الكراميل ديالنا وكنخليه حتى كيبرد، وكنبيتو في الثلاجه اكيد ليله كامله. تما البنات راه غتبان لكم الكوكوط شاعله ديال الدجاج. يعني هنايا راني وجدت الفلون ديالي ليله قبل وكتهزو بالمعلقه. شوفي كتشوف ملي كيبدا يتبخ، انا طفيت عليه البوطه ولكن عقب زدتو واحد 2 دقائق. فوالا بنات، هذا هو الفلون ديالنا. من بعد ما استوى 2 دقائق راني كبيته في المول ديالي. بالنسبه انا كبيته في المول ديالي ديريكت حيت بان لي المول ديالي ديجا الكراميل شد راسو. نتوما ديروا معلقه عاد كبوها البنات. شفتوا يعني ديجا شد راسو. المهم البنات شكرا بزاف الا وصلتوا الفيديو حتى لهنا. نشوفوا الفيديو الجاي. ما تنساوش الاشتراك في القناه البنات. ومني برد ليا الفلون ديالي ضروري ديروه في الفريغو كما درت ليه انا، كما كتشوفوا معايا هنايا. وان شاء الله تشوفوا الفيديو الجاي.